السلام عليكم. معكم أميرة من اسكندرية لو أول مرة بتتابعوني. أنا متجوزة هنا في الصعيد. هنا الملوخية أنا شفتها، كنت عاملة لكم فيديو قبل كده لما نقيناها وسبناها على الحصيرة هنا عشان تنشف. اهي نشفت وبقت تمام. ببدأ بقى أفرفطها كده اهو. أطلع العيدان منها وبسيب الورق، نجمع الورق كله في شوالات ونسيبوه إن شاء الله في الشتاء نبدأوا نعملوا بيه، نكرموه الأول نبدأوا نعملوا بيه الملوخية الناشفة. برضه هبقى أصور لكم مراحل تكريمه. هي اي نعم عملية صعبة وكده اهو، بس يعني في الاخر بتلاقي حاجات في بيتك بتنفعك بدل ما تروحي تشتريها من بره ومش ضمنها هي ايه. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا بطلع كل الورق اللي نشف ده وبرمي العيدان كلها. تمام، جمعتها في شكورة وشيلتهم. هنا طبعا برضو كنت بنشف الويكا. في ناس كتير متعرفش تنشيف الويكا، برضو بنشفوها هنا اهو. بصوا اهي قطعتها حتت كده كبيرة وبسيبها على الطبق ده لحد برضو ما تنشف خالص. تمام، اللي في الكربون ده خلاص بقى الحاجات اللي هي الشيخة والبايظة دي هرميها، واللي على الشكارة دي كانت مرحلة اللي هي بقى خلاص قطعتها ونشفتها وخلاص بقى نشفت وخلاص قربت اشيلها في شكاير. تمام اهو، بصي دي بقى بامية هديها سلقة واشيلها في الفريزر برضو لما احتاجها بالصلصة اعملها. هنا بقى دي اللي من قدام دول اول مرحلة بقى، دول يعني خلاص بقى بدأوا ينشفوا، واللي ورا دول بقى لسه حاجات بقى جديدة بقى لسه خضر. تمام، بصوا بقى صوتها فيها التكة دي بقى بتاعت الصوت. نشفوا خلاص، دول بقى ايه هشيلهم. اللي نشفوا ده هشيله في الشكارة مع اللي شيلته قبل كده. تمام، بيبقى لونها برضو اخضر وحلوة، في ناس كتير بتحبها وهي ناشفة. تمام، بعد ما خلصت طبعا اروح ابص على الكتاكيت بتوعي ونضفت تحتيهم، بس نسيت اوريلكم بعد النظافة. تمام، عايزه اقول لكم ان هم حرانين جدا والله، كان الله في عونهم. الطير ده بيتظلم في الصيف. تمام، بعد كده رحت برضو بصيت على البطاط لان البطاط عندي بدأوا يموتوا من الحر. تمام، في حاجات بلحق ما اذبحها وفي حاجات خلاص يعني بتموت لان الجو فظيع، درجة الحرارة هنا بشعة. لو عجبتكم الفيديوهات بتاعتي ما تنسوش الاشتراك في القناة. بصوا سايبين الاكل، كانوا يعني منه حاجة بسيطة وسابوا الباقي. منظر غير حضاري ده كله عايز يتولع في الفرن. كل ما ادخل اقول انا عايزة اشغل الفرن. متنسوش الاشتراك.